السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة كل البيوت كده بتتخانق عليها. هنعمل اللحمة الضاني، خناقة كل بيت في العيد. احنا بنحب اللحمة الضاني، احنا مش بنحب اللحمة الضاني. ان شاء الله هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة مميزة جدا، هتتخلصي من الزفارة تمام بثلاث طرق مختلفة بقى، وانتي اختاري الطريقة اللي تناسبك. عندي اول طريقة، عندي كوباية من دقيق الذرة، نص كوباية من الخل وملح. تمام، هنعملهم عجينه كده وهندعك بيهم اللحمه ونسيبها شويه. عندي الطريقه التانية، ميه بصل وعندي ليمون وعندي خل. والطريقه التالتة بقى اللي هشتغل وياكم النهارده في الفيديو، عندي بصل مبشوره وعندي نص معلقه صغيره من القرفه وعندي خل. وما تقلقيش خالص من ريحه القرفه. الناس اللي ما بتحبش القرفه مش هتحسي بريحه القرفه خالص، لاننا دلوقتي هنتخلص منها تماما. هي ريحه القرفه قويه فبتقضي تماما على ريحه الزفاره. تمام، فانت استخدمي بقى الطريقه اللي تناسبك. انا عندي هنا 3 طرق مختلفه، استخدمي الطريقه اللي تناسبك. هتحطي اللحمه فيها كده وهتسيبيها حوالي نص ساعه. اهم حاجه هتدعكيها كويس جدا في اللحمه. تمام، وهتسيبيها بقى كده، هتغطيها وتسيبيها حوالي نص ساعه كده، وان شاء الله هنكمل الوصفه مع بعض ونشوف ازاي هنعمل اللحمه الضاني احلى من الكندوز واطعم منها كمان. عندي بقى هنا حله فيها ميه بتغلي على النار. هاخد بقى اللحمه من الخليط اللي عملناه وهننزل بيها في الميه اللي بتغلي. مش شرط تشطفيها خالص، لان احنا بنكون غسلينها كويس جدا في الاول طبعا. وهنسيبها بقى في الميه اللي بتغلي كده 10 دقايق علشان نتخلص من اي ريحه زفاره فيها. والخطوه ديت بقى مهمه جدا، كده اللحمه مش هتحسي ان فيها اي ريحه زفاره، وهتتخلصي من الميه ديت. الميه دي احنا مش محتاجينها. لو انت بقى حابه تسلقي اللحمه هتسلقيها تاني مره، تحطي لها ميه بتغلي وورق لورا يعني توابل اللحمه العاديه اللي بنحطها. النهارده انا هعمل اللحمه طاجن، بصراحه بتبقى احلى واطعم بكتير. عندي هنا بقى بصل، كتري بقى البصل على قد ما تقدري، بيخلي اللحمه طعمها حلو جدا. هتقطعيه كده جوليان. وعندي هنا طماطم هتقطعيها مكعبات، وعندي معلقتين كده من صلصه الطماطم. التوابل بقى بتاعتك، ملح، فلفل اسود، شويه بهارات لحمه، وربع معلقه صغيره من القرفه. وانا حطيت كده نص معلقه صغيره من الحبهان البودر. وهدعك بقى الخلطه كويس جدا مع بعض. الخلطه ديت كفيله اساسا ان انتي تعمليها تاخدي احلى طعم للحمه، سواء بقى هتعملي لحمه ضاني او لحمه كندوز. الطاجن بقى اللي هتشتغلي فيه، انا هنا هشتغل في طاجن فخار. اي طاجن عندك بقى، حابه تعمليه في صينيه الومنيوم، طاجن بايركس، اي حاجه متوفره عندك. هتنزلي كده بنص خليط البصل والطماطم، ودوقي بقى احلى لحمه. وما تنسيش بقى تدعيلي. وهنرص كده اللحمه وهننزل عليها بباقي خليط البصل. والله عن تجربه احلى طريقه جربتها وعملت بيها اللحمه ومعتمداها بقالي سنين. حاجه كده من الاخر تحفه. واستحاله اللي هياكلها يعرف ان هي لحمه ضاني، لان احنا اتخلصنا على ريحه الضاني تماما وعلى ريحه الزفاره. وهتغطيها بقى كويس جدا، وعلى الفرن بتاعك بقى يكون سخن جدا اول 10 دقايق، وبعد كده بقى تهدي النار. وهتاخدي احلى طاجن لحمه بقى. بصوا دايبه كده ومستويه، وطعم البصل والخضار فيها تحفه. بألف هنا يا رب وشفا على قلبكم. اتمنى بجد بجد ان انتوا تجربوا الوصفه النهارده، لانها فعلا تستحق ان انتوا تجربوها. ما شاء الله اللحمه دايبه، خدت حوالي كده ساعه في الفرن. اللحمه الضاني مش بتاخد وقت، بتطلعيها وتختبريها وتشوفيها. هي مش بتزود لها ميه، لان هي ما بتاخدش وقت في السوا. حسيتيها كده جامده معاكي شويه، تضيفي لها شويه ميه مغليه، ما تحطيش ميه بارده، وترجعيها الفرن تاني. ما شاء الله على الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوها، واستنوني فيديوهات تانية كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.